السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل ميزانية 1000 جنيه لفطار وعشاء لمدة شهر بحلو. مش عيب انك انت توفري، مش عيب ان انت كده احنا في ظروف صعبة. آه، الحاجة غالية مولعة النار، والولاد ومصاريف الولاد ومدارس ودكاترة فهنحاول نظبط، يعني هنحاول نظبط حاجة كده للبيت. يعني هنعمله ميزانية ل1000 جنيه للأسبوع بحاله. عندك أفكار كتيرة، في ممكن نعمله حاجات كتيرة قوي بال1000 جنيه دي. يعني ممكن مثلا أول حاجة هتعمليها هتجيبي كيلو فول وتدمسيه. ولما تجيبي الفول كيلو فول مدمس جيبي معاه ربع كيلو بليلة أو قمح واعمليها لوحديها. والفول لما يستوي حطي ده على ده هيكمل، وهيبقى يعني هيبقى حبة كتير. اعملهم بقى اكياس، ممكن توصل لك ل 17 كيس مثلا او 15 كيس. يعني انا بعمل الفول بعمله على 14 كيس. يعني انت ممكن تعمليه على حسب بقى افراد اسرتك. يعني ممكن هتعمليه على انا كنت بعمله من غير بليله، بالبليله هيتعمل لك بتاع 17 كيس 18 كيس. لما يعمل لك 18 كيس حلو قوي. هينفعك فطار، هينفعك عشاء. طبعا انت مش هتاكلي كل يوم فول، ولو كلتي لو انت من الناس اللي بتحب الفول وبتاكل كل يوم فول جيبي 2 كيلو فول، مش هيعملوا لك حاجه. وهتجيبي كمان كيلو فول مدشوش، كيلو فول تدميس وكيلو فول مدشوش على بعض هيعملوا 100 جنيه. 100 جنيه بالزياده. يعني هو الفول بحاجه و40، احنا نقول 100 جنيه بالزياده حسبنا البليله معاهم. فلافل برضه هتعمليها كيلو فلافل. لما تعمليه في البيت تعملي يعني بتروحي تجيبي بكام انت فول وفلافل كل يوم الصبح؟ يعني ب10 جنيه فول ب10 جنيه فلافل مش هيكفينا اصلا، مش هيكفي عيله من مثلا من 4 تنفار 5 تنفار، مش هيكفيها الفول. الفلافل قصدي بقت غاليه نار، انا مش عارفه ليه. يعني انا مش عارفه ليه. وحبه فلافل، يعني الفلافلايه بكام؟ الفلافلايه بجنيه ونص. الصغننه خالص دي بقت بجنيه ونص، وفي ناس بتباع ب2 جنيه. الفلافلايه المحشيه ب5 جنيه. طب هتجيبي قد ايه لما تكونوا كم؟ يعني تكونوا 4 تنفار ولا 5 تنفار. 10 جنيه فلافل مش هتكفيكي. فانت هتجيبي الفلافل برضو هتعمليها، ومع البصل والخضره والحاجات دي كلها هتعملك برضو كميه كويسه. هتعملك بتاع 15 كيس فلافل جميله جدا، تحفه جدا. يعني هيعمل لك الفول هيعمل لك بتاع 17 18 كيس. الفلافل هتعمل لك بتاع 15 كيس ويمكن 12 على حسب بقى عدد اسرتك، وهتكفيكي باكتر من كده. حاجه حلوه خالص. هتجيبي كمان كيلو جبنه قريش، 2 كيلو جبنه قريش هتقسميهم على مدار الاسبوع. مش هتجيبيهم مره واحده طبعا، مره واحده هيبوظ منك في التلاجة. هتجيبي كل اسبوع نص كيلو. برضو بالليل في الفطار الصبح فول جنب ريحه الجبنه قريش جنب كده هيمشي الموضوع. 2 كيلو نص كيلو في الاسبوع حلو قوي. حلو لما كده النهارده جبنه قريش، بكره فول، بعده مثلا بيض، بعده كل يوم حاجه هتبقى حلو خالص. يعني نجيب نص كيلو هيكفيكي وان شاء الله، ويبقى فيه البركه باذن الله. جيبي كمان كيلو عسل. لو قلنا كيلو عسل ب40 جنيه، احنا قلنا 2 كيلو جبنه قريش ب140 جنيه، كيلو ب70 عندنا هنا. في الناس بتبيعها بكام؟ ب75. نقول 150 جنيه جبنه قريش في الشهر، جميل قوي. هتجيبي كيلو عسل. لو قلنا كيلو عسل ب40 جنيه كمان، كيلو عسل ب40 جنيه برضو. هتحطي طبق عسل الصبح او بالليل مع حته جبنه مع كده هتغمسيه هيبقى عشاء حلو او فطار حلو. العسل جنب حاجه هيبقى جميل جدا. كيلو يعني هيعمل لك 6 طقات، هيبقى جميل قوي. كيلو العسل لو قلنا ب40 جنيه هيبقى حلو.
جيبي كرتونة بيض ب150 جنيه. لو ان الكرتونة البيضة فيها ب5 جنيه هيبقى ب150 جنيه. لو انتوا مثلا اربع افراد او 6 افراد، لو هتاخدي في المرة 6 افراد هتكفيكي كم مرة الكرتونة؟ 5 مرات. او 5 افراد هتكفيكي 6 مرات. لو كل واحد كده هو بضاية في سندوتش كل كام يوم كده هتبقى حاجة جميلة خالص، يبقى تحفة. ناكلوا العيال برضو بيض لازم. كمان جيبي مثلا هعملي مربى، ما تشتريش مربى، اعملي مربى لولادك. شوفي الفاكهة اللي موجودة في السوق ايه دلوقتي وسعرها مناسب ليكي، وجيبي منها 2 كيلو اعملي منه مربى. مرة على الفطار، مرة على العشاء، مرة بعد المغربية كده لو حد جاع من العيال سندوتش مربى هيبقى جميل قوي. اعملي مربى ماما انت في البيت. لو قلنا مثلا لو هتجيبي كيلو عنب 2 كيلو عنب، جيبي العلب الفرد. هو الكيلو العنب عنقود العنب ب30 جنيه، لا الفرد ب15. السنة اللي فاتت كان ب5 جنيه، سبحان الله. السنة اللي فاتت كان ب5 جنيه وجبته وعملت زبيب وعملت مربى وعملت حاجات ياما. السنة دي ب15. ماشي معلش، هنجيب 2 كيلو. جيبي 2 كيلو عنب اللي هو الفرد ب30 جنيه، اغسليه ونضفيه وشيلي منه الوحش وحطيه. في الشتاء في برتقان، قشر البرتقان. انا عامله قشر البرتقان من سنتين بس، انا حاطاه على طول في الفريزر. يعني البرتقان بالسكر بكده ما بيتجمدش، باخد منه وارجعها الفريزر تاني. والله العظيم والله العظيم عندي علب اللي هي علب المربى وعلب الشوكولاته الصغيره دي، انا ما برميهاش، بعمل فيها حاجات واحطها. عامله مربى عندي وكده، وباخد منها للكيكه. لو عايزه تعملي كيكه بالبرتقال هتاخدي معلقه كبيره كده حلوه وهتحطيها على خليط الكيكه، بتطلع لك تحفه، تطلع كيكه برتقال تحفه. في الشتاء اعملي قشر البرتقال، اعملي برتقال. فراوله لما تنزل وتبقى سعرها كويس طلع. اي حاجه تنزل او موسمه وتكون سعرها كويس جيبيها واعمليها. قلنا المربى، لو جبنا 2 كيلو مربى ب30 جنيه، وجيبي كيس سكر ب30 جنيه، عملتي 2 كيلو مربى ب60 جنيه، هيقعدوا عندك كام شهر. وهتعملي العيل كده سندوتش الصبح، سندوتش بالليل، مربى المغربيه العيل جاع تعملي له سندوتش، حاجه جميله خالص. وانت عاملاه في البيت وبدون مواد حافظه وبدون اي حاجه، وحاجه نظيفه، انت بتاكلي عيالك لقمه نظيفه. جيبي بقى دقيق، انا عايزاكي تجيبي دقيق. جيبي دقيق واعملي عيش بدل العيش الفينو اللي بتشتريه. تجيبي بعيش فينو بكام انت؟ لا ما تجيبيش عيش فينو. جيبي دقيق واعملي نص كيلو دقيق، بيعمل لك تقريبا كده هو بيعمل 12، لا اكتر من 12، بيعمل اكتر من 16 سندوتش. نص كيلو دي انا بعمله. وعندك على القناه برضو، القناه بتاعتي كذا طريقه عيش ينفع سندوتشات. خشي على القناه وهتلاقي كذا طريقه عيش تنفع سندوتشات. لما تجيبي نص كيلو دقيق وعملتيه وعمل لك 16 رغيف، انت ولادك هتاكلي كام رغيف؟ هتاخدي كام رغيف انت ولادك؟ هيكفيكي فطار وعشاء صدقي. ما انا بكلمك عن تجربه انا بعملها شخصيا. طيب ممكن تعملي فطير، ما تعرفيش تعملي اعملي مره. بصي خشي على عندك فيديوهات بالهبل على النت، خش على اي فيديو وشوفي طريقه واثنين وثلاثه، واقرب طريقه ليكي واسهل طريقه ليكي اعمليها وكده في البوتاجاز العادي بتاعنا بتاع البيت العادي. مش محتاجه ولا فرن كهرباء ولا محتاجه بوتاجاز انبوبه. في البوتاجاز العادي بتاعنا هتعملي احلى فطير. النهارده نتعشوا فطير بالجبنه، فطير بالعسل، بكره الصبح نفطروا برضو فطير بالعسل، انت تتغدي فطير بالجبنه، بطيخه وجنبيها حبه وجنبيها فطير وجنبيها جبنه كده، ومشي حالك. هيبقى عشاء جميل وتشبعي عيالك وكده، وعشاء جميل قوي. يعني 5 كيلو دي هيغرقوك. انت لو عملتي نص كيلو برضو دقيق عملتيه فطير هيطلع لك فطيرتين كبار عسل. تعملي كرواسون، تعملي بقسماط، تعملي باتيه، اي حاجه هتعمليها النهارده هنتعشى بيها.
اي حاجه، واي حاجه الام بتعملها اولادها بياكلوها، اي حاجه الام بتعملها اولادها بياكلوها. خلاص. البقسماط ممكن برضو العيله المغربيه كده هو جاع هيقعد يقرقش في البقسماط. باتيه عملتي وخد باتيهايه وكوبايه شاي. كرواسون خد واحده وكوبايه شاي. كل الحاجات دي سهله وبسيطه وما بتاخدش مكونات كتيره، يعني هي سهله وبسيطه وما بتاخدش مكونات كتيره. بس انت قومي تشجعي وقومي اعملي. ما بتعرفيش تعملي زي ما قلت لك خشي على النت فيديو واثنين وثلاثه وعشرة. عملتي المره دي طلع وحش، المره الجايه هيطلع احلى. بس انت قومي وتشجعي. هنعمل مثلا يوم تاني بطاطس سندوتشات السوري دي. يا سلام، بره بتجيبيها بكام؟ يعني انا اخر مره من فتره جبناها ب50 جنيه سندوتش بطاطس. طب ليه ما نعمله في البيت بحبه كاتشب انت عاملاهم برضو في البيت، ما تشتريش حاجه. حبه طماطم كده اهوت وشيلي منهم طبق صغير كده اهوت وحطي حاجه الكاتشب بتاعته وظبطيها واعمليه. مايونيز انت اعمليه في مايونيز ساهل من غير بيض باللبن والزيت بس. توميه اعمليها انت، اعملي كده. الحاجات دي سهله وبسيطه وما بتاخدش مكونات كتير، مش زي ما بتجيبها من بره. حاجه بره مهما كانت طعمها حلو وكده شغل مصانع فيها مواد حافظه، مواد سامه لاولادنا. على قد ما تقدري اعملي كل حاجه في البيت، خلي بيتك مليان خير من ايديكي، من صنع ايديكي. جيبي كيلو شعريه برضو. احنا قلنا البطاطس والحاجات دي هتبقى في ميزانيه الغدا. احنا دلوقتي هنعمل ميزانيه الفطار والعشاء. الغدا ممكن ميزانيه الغدا ممكن تاخدي بطاطستين ولا حاجه وتعملي منهم بطاطس، هتبقى بطاطس بالليل مش هيجرى حاجه يعني. جيبي كيلو شعريه. كيلو شعريه بكام؟ 30 جنيه. ممكن تعملهم لبن بالشعريه الصبح، ممكن تعملهم لبن بالشعريه بالليل. شعريه بالسكر كده اهوت حلو خالص. يعني لما تاكليهم مره يا ستي في الشهر، ولا كيلو شعريه شوفي هيكفيكي كام مره؟ 3 4 مرات في الشهر. حلو لو 4 مرات في الشهر كل اسبوع ناكلوا مره شعريه الصبح او بالليل، جميل. تغيير برضو. ممكن تعملي دي، انا بعملها برضو خصوصا في العشاء. ساعات كده مش عايزين نتعشى، مش عايزين، احنا اساسا من الناس اللي متاكلش عشاء تقيل. يعني مثلا في ناس تتعشى طبيخ ورز وكده ده ربنا يسهل لهم حال. انا ما بتكلمش وبش حلو ووحش، انا بقول لك احنا يعني كبيتنا، انا كبيتنا احنا ما بناكلش الحاجات التقيله دي في البيت بالليل. احسن حاجه انا بحبها وساعات كده اول ما يقولوا لي عليها ببقى فرحانه قوي، عيش ناشف وافتته في كوبايه شاي بلبن. بس ما بعملش كوبايه بصراحه، يعني بعمل كوبايه كبيره كده حاجه كبيره كده شاي بلبن ومفتت فيها عيش ناشف. والعيش الناشف ما بشتريهوش من العيش اللي موجود في البيت، اخش انشفه في الفرن مره من هنا ومن هنا تحت الشوايه، بيطلع مقرمش وطعمه تحفه طازه. حتى لو العيش بايت عندك، ما ترميش عيش اصلا. العيش لو بايت عندك خديه نشفيه في الفرن على الوشين كده واقلبيه من هنا ومن هنا، هيطلع لك مقرمش وزي الفل. ده احلى عشاء بالنسبه لي يعني وسهل، مفيش مواعين كتير، مفيش سهل بالنسبه لي في كل حاجه. كوبايه شاي بلبن وفتت فيها عيش ناشف برضه هتبقى عشاء حلو. يبقى مغربيه مثلا، عيل جاع في المغربيه ولا حاجه. ممكن فطار، ما عنديش بيصادف الايام ما عنديش حاجه اعملها فطار، عيش ناشف وكوبايه شاي بلبن تحفه. دلوقتي كل الحاجات بقى دي اللي احنا قلناها، لو قلنا 100 جنيه فول، 100 جنيه جبنه قريش، عسل 40 جنيه، كرتونه بيض 150، مربى 60، دقيق كيلو ب16 جنيه ب80 جنيه، لو جبنا 5 كيلو دقيق 80 جنيه. عندك البطاطس انا ما حسبتهاش لان البطاطس هتبقى من ميزانيه الغداء. الكاتشب والتوميه والكلام ده كله هتطلعيه من وسط الحاجه بتاعه البيت، يعني انت مش هتشتري حاجه خصوصي وانت بتعملي طماطم للغدا، شيلي حبه كده على جنب واعمليهم كاتشب. كيلو شعريه ب30، والشاي بلبن والعيش الناشف. خلاص الحاجات دي كلها عملت 650 جنيه.
650 جنيه الافطار وعشاء شهر كامل. هي لو قلنا احنا عاملين ميزانيه 1000 جنيه هتفضل 350 جنيه. 350 جنيه بقى لو قلنا مثلا ربع الكبده ب50، ربع اللحمه المفرومه ب50، ربع الصدق ب50 مثلا. انا بقول لك مثلا لو الحاجات دي كلها هنحسبوها ب50 هيتفضل لك 350 جنيه. جيبي 7 حاجات، شكلي براحتك بقى. 7 حاجات في اللي هو الكبده واللحمه المفرومه، الصدق، الشاورما، كل الحاجات دي المستورده انا بتكلم عليها. لو كل حاجه ربع كيلو ب50 جنيه عندك 350 جنيه. جيبي لك 7 حاجات وحطيهم في التلاجة. دي تنوعي بالليل في العشاء مع عيش فينو انت عاملاه، مع عيش عادي انت عاملاه برضو، مع عيش بلدي عادي خالص. هيبقى عندك 7 ايام عشاء لحوم، يعني عشاء لحوم، مش عشاء خفيف زي اللي احنا بنتعشوه زي الحاجات العادي دي، فول وفلافل والكلام ده. هيبقى عندك 7 ايام. هيبقى كده هو ميزانية 1000 جنيه خلصت، هتعملي بيها فطار وعشاء، حاجة كويسة خالص. هعمل لكم ان شاء الله قريب ميزانية الغدا ب2000 جنيه. وفي حد قال لي عايز ميزانية ب4000 جنيه الشهر بحاله. ان شاء الله هعمل لكم حاجات حلوه كده اهوت، وفي كمان افكار حلوه جدا تساعدك في البيت هبقى اعملها لك فيديو تاني ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اوعي تنسي تعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ما تنسينيش في اللايك. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.